انتوا متخيلين اني حضرت فيلم الموميا المصري هنا في السينما في ايطاليا؟ تعالوا اقول لكم ده حصل ازاي. اهلا and welcome back to my YouTube channel. انا مريم وده فلوج رقم 7. اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفلوج ده هيكون مختلف شويه عشان قررت اني اسجله لايف. انا كده في طريق السنتر عشان رايحين سينما مودرنيسيم او السينما نحضر فيلم مصري، فيلم الموميا. تعالوا ناخدكم معايا كده، بس اهم حاجه في الاول ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو وتعملوا لي فولو على السوشيال ميديا، ولو مش مفعلين زر الجرس فعلوه. يلا بينا نروح السنتر. احنا معانا هنا الكتالوج بتاع التشنتيكا بولونيا بتاع شهر ابريل بتاع السينما، وفي اخر صفحه فيه كده طبعا كل الافلام موجوده. اخر صفحه اهو فيلم الموميا، اسمه بالانجلش The Night of Counting the Years، ده ديسكريبشن عن الفيلم. وطبعا هنا بقى كل المواعيد بتاعت كل شهر ابريل، ايه الافلام اللي بتتعرض. احنا ان شاء الله هنحضر ده. احنا لسه برضو في الطريق، وصلنا عند البرجين. كده احنا وصلنا عند البرجين، هنمشي بقى كده السينما. يلا بينا. هنعدي الشارع كده من عند البرجين، نعدي للناحية التانية ونروح هناك. كده وصلنا لباب السينما من هنا، هي دي مودرنيسيمو. لو عايزين ناخد التيكتس فهنمشي هنا كده تحت البوابة دي. نكمل تحت البوابة قبل ما هنوصل للسنتر نلاقي المحل هنا تشتروا التيكتس اهي، تشنتيكا بولونيا. هنا تقدروا تشتروا التيكتس، تعرفوا مواعيد الافلام، البروشورات، وطبعا اي سوفينيرز تبع السينما تلاقوها جوه. وهناك مستنيين هنروح نحجز التذاكر ان شاء الله. هو الفيلم الساعة 6، دلوقتي الساعة 6 الا ربع. حجزت التيكتس مع الجروب اللي معايا، وهننزل ان شاء الله نقعد ننزل السينما تحت. انا كنت عملت لكم فلوج لكل حاجة هنا في السينما، فتقدروا ترجعوا للفلوج. طبعا مش هينفع اتكلم بصوت عالي. كده داخلين السينما. estremamente classico e di cui appunto Rossellini fu alla fine coproduttore, quindi c'era anche un legame con l'Italia. Anche troppo buona visione. يوم أن تحصى السنين صدى بعيد وإلا فكيف خرجت هذه الأشياء كلها لأسواق الآثار؟ اتبعوني. العلم به ذنب والجهل به ذنب أكبر.
إني أستطيع أن أغطي أكثر من أيوب. خلصنا الفيلم، هحكي لكم دلوقتي عنه شوية. بس يا جماعة احنا طلعنا من السلم اللي هنا، كنا دخلنا من السلم اللي هناك ده، فهي شبكة كاملة تحت الأرض السينما. تعالوا بقى أحكي لكم شوية عن الفيلم. الفيلم كان تحفة تحفة يا جماعة بجد. تعالوا أحكي لكم بس شوية عنه، ما عرفتش أحكي لكم تحت عشان كانت السينما هدوء، بس تعالوا أحكي لكم شوية عنه دلوقتي. فيلم الموميا فيلم مصري تم إنتاجه سنة 1969، وهو بيحكي عن سرقة الآثار المصرية. طيب الفيلم كان بيتكلم على إيه؟ بيتكلم عن قبيلة الحربات الموجودة في صعيد مصر، اللي بتسرق الآثار الموجودة، وشيخ القبيلة اللي هو المسؤول عنها سليم بيموت، والمفروض إن أولاده هم اللي يستلموا الشغل من بعده. واحد من أولاد الشيخ بيموت، والتاني مفروض إن هو يكمل مسيرة أبوه، ولكن هو مش عايز. وهنا بيجي دور بعثة الآثار اللي هتيجي في الآخر، يعني تيجي تنقذ الآثار المسروقة. الفيلم مدته ساعتين، فأنا حكيت لكم القصة يعني باختصار شديد. طيب اشمعنى الفيلم ده اتعرض هنا في السينما الإيطالية في بولونيا سينما مودرنيسيمو؟ خليني أقول لكم. الفيلم اتعرض عشان مؤلف الموسيقى التصويرية هو مؤلف إيطالي اسمه ماريو ناشيمبيني. هكتب لكم الاسم على السكرين هنا. هو واحد من أشهر مؤلفين الموسيقى التصويرية على الإطلاق. الفيلم اوفرول تحفة، أديله فعلا 10 من 10. قصة، تصوير، إخراج، حتى الموسيقى. أنا حطيت لكم في الفيديو مقاطع شوية للموسيقى التصويرية اللي كانت موجودة في الفيلم. حقيقي تحفة. وده كان كده فلوج النهارده. قولوا لي ايه رايكم فيه، وهل شفتم فيلم الموميا قبل كده ولا لا؟ وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك، وتعملوا سبسكرايب للشانل، وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم في الفلوج الجاي. تشاو.